لو حدث عذر في الليل يوجب الغسل وطلع النهار في رمضان ولم أغتسل فهل الصوم صحيح؟ يحدث ذلك أحيانا، يجب على الإنسان الغسل وهو بالليل ثم نام وطلع الفجر وهو لم يغتسل، هل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح وعليه أن يغتسل، لأن الغسل من أجل الصلاة وليس من أجل الصيام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان اغتسل من الجنابة وكان صائما، يعني أصبح صائما وهو جنب واغتسل من الجنابة بسرعة، اغتسل وأدرك أو وصلى بالناس صلاة الفجر أو صلاة الصبح. فالخلاصة أن الإنسان إذا تأخر عن التطهر وطلع عليه الفجر صومه صحيح إن شاء الله، ويتطهر من أجل الصلاة.